عاوزة ابني يطلع راجل. احيانا الام بتنشأ في اسرة الاب فيها ما كانش موجود، او الاخوات كانوا غير داعمين، او هي حتى لما تزوجت شايفة ان الزوج ده مش مسؤول بما يكفي او مش بيقوم بكل واجباته. فبالتالي لما ربنا رزقها بمولود ذكر هي قررت ان انا عايزة ابني يطلع راجل، وبناء عليه بدأت انها تضغط عليه تماما، يعني تحمله مسؤوليات مش بتاعته وتحمله واجبات مش بتاعته، وعايزاه يبقى ماشي يعني ما بيغلطش زي الالف عشان يطلع راجل. بدل ما هي تختار الاختيار المتزن وتبقى عارفة بالظبط ان ابنها ده مش مسؤول نهائي عن اللي هي مرت بيه في طفولتها او بتمر بيه في حياتها الزوجية، هي اختارت ان هي تضغط عليه تحت نية ايجابية. مش بشكك في نيتك هنا، انت هنا نيتك طيبة انك عايزاه يبقى انسان كويس، اوكي، بس الطريقة مش مظبوطة. هي الطريقة اللي مش مظبوطة ان هي دايما عايزة الولد ده متميز، عايزاه شاطر في المدرسة، عايزاه بيلعب رياضة ويكون كويس فيها، عايزاه يكون مهندم ومرتب وكل حاجة فيه مظبوطة، عاوزاه ملتزم بمواعيده، عاوزاه بيعمل واجباته في الوقت المظبوط، عايزة كل حاجة في ابنها تبقى بيرفكت وكأنها مخلفة انسان آلي. وطبعا نقد مستمر ما بيخلصش. ما عملتش الواجب بتاعك ليه؟ ما خلصتش اللي وراك ليه؟ ما روحتش التمرين ليه؟ ما حفظتش ليه؟ ما ذاكرتش ليه؟ ما صليتش ليه؟ ما عملتش كذا؟ على طول مش مبطلة. ليه؟ علشان هي عايزة ابنها يطلع مسؤول. ثم بتبدأ تشيله كمان مسؤوليات مش بتاعته. تشوف الولد ده المفروض يكون مسؤول عن ايه، لا ده تزود له بقى، تزود له المسؤوليات تحت دعوة ان هو يبقى راجل. ركزوا معايا، الام دي بتبقى علاقتها بابنها كلها اوامر وبس. لو سألتها انتي بتعملي ايه طول النهار مع ابنك، ايه مدى علاقتك بيه، هتلاقي العلاقات كلها انها قاعدة بتديله في اوامر وبس. اعمل الواجب، ذاكر، صلي، اعمل كذا، اعمل كذا، وزي ما يكون بتأنبه ان هو كان بيلعب. انت مش لعبت؟ يلا ذاكر بقى. انت مش لعبت؟ يلا شوف هتعمل ايه. انت مش لعبت؟ يلا اعمل كذا. انا هنا ما بقولش يا جماعة ان الام تهمل واجباتها وتسيب الدنيا يعني ما تبقاش منظمة، بس انا هنا بتكلم عن حد وصل للاكستريم، حد واصل لاقصى الشيء، اقصى الانضباط، انه عايز الابن يبقى يعني كده تماما. يعني الطفل في الحالة دي بيلجأ لحل من الاتنين، يا اما بيكبت مشاعره وبيكبت رغباته وبيخلي كل حاجة جواه وبيبطل يعبر عن نفسه، لان الام هنا مش مدياله مساحة، مش مدياله مساحة ان هو يعيش معاها كأم. انت علاقتك بيه مش علاقة اوامر. فين الوقت الحلو اللي انت بتقضيه معاه؟ فين الحضن اللي انت بتحضنيه له؟ فين الوقت الجميل اللي انتوا بتقضوه مع بعض كده كأم وابنها، بعيد عن كل واجبات الحياة؟ وكأن الطفل هيتخرج من الكيجي او من الابتدائي، هيتخرج منها هيطلع مثلا بروفيسور مثلا، او هيطلع دكتور في ساعتها مثلا او حاجة. فين الوقت اللي انت بتقضيه مع ابنك؟ فين الوقت اللي انت بتشعري فيه ان في عاطفة وان في حب وان مفيش شروط؟ مش اعمل كذا عشان احبك واعمل كذا عشان احبك. الطفل هنا لما الوضع ده بيفضل مستمر، زي ما بقول قدامه حل من الاتنين، يا اما بيكبت كل مشاعره وكل رغباته لانه بيدرك الام دي كانسان مؤذي. انت مش مؤذية، طفلك بيشوفك كده، بيشوف ان انت انسان مؤذي، فبالتالي ما بيعبرش عن مشاعره، ويبدأ بقى يلتزم ويبدأ يبقى شاطر ويبدأ يبقى متميز ويبدأ يبقى ماشي على الصراط المستقيم اللي في عقلها. بيطلع الطفل ده عامل ازاي؟ بيطلع شخص وسواسي تماما، بيعبرش عن رأيه، حاطط كل حاجة جواه، المشاعر بتاعته مكبوتة وبيشغل عقله طول الوقت. وطبعا بيطلع شخص نقاد جدا، بينتقد نفسه ويجلد نفسه وينتقد اللي حواليه. انت كده ما طلعتيهوش راجل، انت طلعتيه مضطرب. يا اما الحل التاني ان الطفل ده بيتمرد تماما، وعلى فكرة ده بيكون احسن له. بيتمرد تماما يعني ايه؟ يعني مش هعمل حاجة من اللي انت عايزاها، يبدأ يشوفها هي عايزة ايه ويعمل عكسه بالظبط. تبدأ هي الام هنا تاخد موقف، تزعل منه، تخصمه، تعاقبه، يكمل زي ما هو، يفضل زي ما هو ويعاند فيها اكتر ويدور على الحاجة اللي مضايقاها ويقوم عاملها لها. هل الطفل هنا بيعمل كده عشان هو بقى طفل عاق وطفل مش كويس وطفل مش عارف ايه؟ نهائي. هو بيعمل كده علشان عايز يثبت وجوده، عشان حاسس انها خانقاه. هو بيعمل كده عشان بيدافع عن حريته مش اكتر من كده. في الحالتين انت ما طلعتيش الشخصية اللي انت عايزاها، في الحالتين انت ما طلعتيش شخص متزن في النهاية. طيب ايه الحل؟ الحل ان انت بكل بساطة اقعدي مع نفسك بصدق وبهدوء، اسألي نفسك انت على مدار ال 24 ساعة فين الجزء بتاعك انت وابنك. وبالمناسبة ابنك ملوش دعوة انت مشغولة في ايه، ابنك ملوش دعوة انك سحلة نفسك في 100 حاجة، ابنك ملوش دعوة ان انت بتحضري رسالة علمية او بتشتغلي او عندك شغل بيت ما بيخلصش، ابنك ملوش دعوة بالكلام ده. انت بقى طول اليوم علاقتك بيه قد ايه؟ بتقضي معاه وقت كويس قد ايه؟
بتعملي له حاجة تسعده بنسبة قد ايه؟ بتتشاركوا وبتدوا لبعض عطاء وحب كده غير مشروط بنسبة قد ايه؟ دي اول حاجة انت تنتبهي ليها. تاني حاجة تنتبهي ان انت تقدمي للطفل الحب والرعاية بلغته، تقدمي له بالطريقة اللي تناسبه مش الطريقة اللي تناسبك انت. يعني في ام بتكون بتحب تقعد تتكلم مع ابنها والابن ده مش بيحب يتكلم، هو بيحب يتحضن مثلا، او بيحب انها تطبطب عليه، بيحب بس ان هو يبقى قاعد ملامس ليها وقاعد هادي كده. اعملي الحاجة اللي انت عارفة ان ابنك هتسعده، مش الحاجة اللي بتسعدك انت من وجهة نظرك انت. وما تبقيش بتعملي ده وانت بتفكري اديني قعدت معاها اهو يقوم يعمل اللي وراه بقى. انتباهك لوقتك مع ابنك ده اول حاجة. تاني حاجة عالجي مشاكلك، عالجي القلق اللي كان عندك في الطفولة، عالجي الحاجات اللي ضغطاكي بقالها سنين وسنين وسنين وانت معتقدة ان لا عادي، والله انا سامحت الحمد لله، البني ادم بيسامح برضو. عالجي الكلام ده. الحاجات اللي انت ما بتفتكريها بتزعلك عالجيها. مش هتقدري ان انت تستعيني بحد مختص دلوقتي، زي ما قلت قبل كده المحتوى المجاني كتير جدا، لو اتفرجتي عليه هتبدأي واحدة واحدة تهدي، واحدة واحدة تفهمي نفسك اكتر وتفهمي ازاي تتعاملي مع ابنك وتتعاملي مع الناس اللي حواليكي، عشان فعلا ربنا يكرمك ويطلع من تحت ايدك راجل متزن. الفيديو ده الكلام اللي فيه انا عارفة ان هو ممكن يبقى تقيل شوية على بعض الامهات، بأكد لك تاني اني مش بشكك في نيتك ابدا، لكن انا كمان عاوزة ابنك يطلع راجل، فبالتالي بحاول اقولك طريقة يمكن تساعدك. اسمعي الفيديو ده مرة واتنين، ولو لمس قلبك شاركيه مع غيرك.